انا حاسس اني اتجننت. مش عارفه اعيش كده. عايز اموت. انا مش زيكم كلكم. انا مدمن. لقيت ناس شبهي، لقيت ناس اتكلم انا معاها، لقيت ناس عدت اللي مش عارفه بديت اعدي. اصدق ان في طريق مختلف. انا عندي امل. حاسه بالامان، لاول مره اطلب من ربنا يساعدني بجد ومن قلبه. انا ابتديت افهم نفسي. صالحت مع نفسي وكتير من الناس اللي حواليا. انا مكمل في الطريق ده. انا مرتاح. انا عضو في المدمنين المجهولين. انا عضو في المؤمنين المجهولين. انا حره، انا مش لوحدي. أنا مش خايفة، انا بحب نفسي. انا حره. اصبحت حياتي معانا وقيمه. اعترفت اني مدمن، حياتي بقى ليها معنى. بقى لحياتي معنى. الشخص النهارده اللي بطل مخدرات مش اعراض انسحاب جسديه بس يا محمد. امال ايه تاني؟ مش جسمي بيوجعني فسبت المخدرات، لا، ما في اعراض انسحاب نفسيه. نفسيه المخدرات بتسيب اثار نفسيه في البني ادم. طبعا. فالفتره الاولانيه بعد سحب السموم، بعد المرحله الاولى اللي احنا بنقول لوحدها ما بتنفعش، بيبقى فيه اثار نفسيه، اكتئاب بقى، امراض نفسيه كتير بتيجي مصاحبه لتعاطي المخدرات. بتظهر امتى للشخص المتعاطي؟ بتظهر بعد ما المخدر يطلع من جسمه. المخدر ما كانش محسسه نفسيا بالاكتئاب والحاجات دي كلها لانه كان مغيب. تمام. فبيبدا يحس النهارده بكل الاعراض النفسيه اللي قدامه. فبيبدا النهارده ان هو ايه؟ مكتئب دايما، مش عايز يقعد وسط الناس. في حالات بتوصل ان هو بيفكر في الانتحار، في حاجات كتير. حاسس ان في حاجه ناقصاه. طب الشخص بقى ده انكر، عملت معاه الاحتواء اللي انا قلت عليه. تمام. شفت اقرب شخص ليه، تمام. قال لا يا جماعه ما فيش كلام من ده خالص، دي كل الحكايه دي شويه ضغوط نفسيه هي اللي مأثره عليا، وهي اللي مخليه كل الحاجات اللي بتحصل دي هي اللي مخلياني كده. تمام. مثلا حاله عاطفيه فقدها، واحده كان بيحبها مثلا، فك خطوبه. في ناس صدمه بالنسبه له، صدمه حاجه في حياته، نفسيته تعبانه، الكلام ده كله. طيب في حاله عندنا، في عندنا حلين. تمام. يا اما بنتوجه لدكتور نفسي. الدكتور النفسي بيبقى عنده تحاليل لانواع المخدرات وبيعرف ازاي يحللها. دكتور نفسي ولا معمل تحليل قصدك؟ دكتور نفسي لو انا النهارده شاكك في نفسيته او ابتديت احس ان فعلا نفسيته تعبانه وكده، فيبقى الحل في الاثنين ان انا اروح بس للدكتور نفسي واعرف في تشخيص نفسي ليه ولا لا. تمام. طيب الشخص المغيب او الشخص اللي شارب مخدرات او الشخص المتعاطي للمخدرات، تمام، حالته المزاجيه مختلفه جدا عن الشخص اللي لسه بقاله فتره بسيطه سايب المخدرات. تمام. صح. هو هيبقى مغيب عن الوعي، مش معاه، مش حاسس بكل اللي حواليه، ما عندوش بقى حد في البيت بيقول له تعالى لان هم قلقانين منه. تمام. صح. او لسه ما عندهمش ثقه فيه. صح. فهيبدا اصحابه يقولوا له انت بقيت ضعيف، بيكلموك في البيت، بابا بيكلمك، ماما بتكلمك، مراتك بتكلمك، خايفين عليك، مش عارف ايه الجو ده. فهيبداوا النهارده ان هم ياثروا عليه نفسيا. فاول حاجه هيعملها يا اما هيضرب مخدرات تاني، يا اما هيبعد عنهم شويه وبرضه يضرب مخدرات تاني لانه ما اتعلمش، ما تعملش اي حاجه، ما عندوش اصحاب، ما عندوش دايره معينه في حياته جديده يقدر يعيش معاها. فما بيقدرش يتعامل مع مين؟ مع الاصحاب. مع اصحابه. ازاي؟ نتكلم معاه ان حتى لو في مشكله احنا هنحلها مع بعض. حتى لو في مشكله مش هتبقى مشكله كبيره بالنسبه لنا لان احنا هنروح نحل مع بعض، احنا عايزين حل. يطمنه، يديله الثقه ان هو يتكلم، لان هو طول ما هو خايف، طول ما هو حاسس ان في عقاب هيحصل عليه، عمره ما هيتكلم. طب يا جماعه، هو محمد قصده انت اكتشفت مثلا كوالد، اكتشفت ان ابنك مثلا بيشرب مخدرات، فانت المفروض هتقعد معاه، انت مش هتقبل له الموضوع، يعني انت مش هتتعامل معاه ان هو عمل جريمه. انت المفروض الاحتواء اللي هو محمد بيقول لك عليه، الاحتواء يعني تحسسه ان اللي انت عملته ده ليه حل. صح. وتحسسه كمان ان هو انت مش اخر واحد ان انت تكون عملت كده، وان في حل للكلام دوت، فتسهل له الموضوع وتبسط له الموضوع. محمد تاني حاجه اصحابه. هو ده عامل اساسي اساسا. طيب انا ليا اصحاب بتضرب مخدرات، انا كنت بضرب مخدرات، فليا اصحاب بتضرب مخدرات. الشخص ده طبعا اصحابه بيضربوا. تمام. طيب الشخص ده هيعمل ايه مع اصحابه؟ هو المفروض ان هو يقاطعهم. طيب يعني هيبقى مع مين؟ هيبقى لوحده. طب وفي الحد هيعيش لوحده؟ لا. طيب هنقول ان هو هيعيش مع اسرته، بيتجوز، هيعيش مع مثلا مراته وعياله، ايا كان هو وضعه ايه؟ تمام.
مش هيقدر برضه، لازم اي بني ادم في الدنيا بيبقى ليه اصحاب، بيبقى ليه يوم بيفصل فيه عن الاسره شويه، او بيغير جو شويه، او بيعمل اي حاجه النهارده مع اشخاص تاني. تمام. فاول حاجه هتيجي في دماغه اصحابه القدام. تمام. طب انا ايه المانع ان انا اقعد مع اصحابي القدام اللي بيشربوا؟ هو ده هيجي في دماغه. ايه المانع ان انا اقعد معاهم؟ انا بقيت كويس انا خلاص. خلاص انا ما بشربش، هم يشربوا ما يشربوش، هوصيهم ما يشربوش قدامي اه مثلا. تمام. طيب يا محمد، احنا عملنا كل الحاجات دي. تمام، يعني انا لقيت شخص عندي في البيت فيه كل العوامل اللي انا بقول عليها دي، ايه الحل؟ اسيبه يشرب بقى؟ اسيبه يشرب؟ لا طبعا. بص يا محمد، اول حاجه الاحتواء بتاع الشخص في البيت مهم جدا. مهم جدا ان انا كأب مثلا النهارده ما اجيش الشخص اللي اتطبقت عليه العوامل دي، او ابتديت بنسبه 90% شاكك ان هو بيضرب مخدرات، ما اخشش انا كأب النهارده اضربه، لانه هيلجأ بره الاصحاب، هيلجأ بره للشارع، هيلجأ بره الناس كتيره. في ناس كتيره نفوسها ضعيفه بتأثر على الناس دي، او بتجيب الناس اللي هم مطرودين من البيت والكلام ده كله، بتشغلهم في المخدرات نفسها او في حاجات تانية كلها بتبقى غلط. فاول حاجه لازم اقعد معاه، تمام. اشوف مين اقرب حد ليه في البيت، اخوه مثلا الكبير لو هو اخ صغير، والدته لو هي قريبه منه، اي شخص قريب منه في البيت يتكلم. فبيبدا النهارده ان هو ما بيقدرش يواجه الضغوط دي، فبيبقى اول صوت بيجي في دماغه او اول حاجه بتيجي في دماغه ان هو يرجع تاني للمخدر عشان يقدر يتعامل. ممكن بقى يفكر في نوع تاني من المخدر، حاجات كده، حاجات كتير بتيجي في دماغه. تمام. معنى كده يعني انت بتفهمني ان هو اول لما يتسحب مثلا سموم من جسمه فبينزل للحياه اللي هو كان عايشها قبل كده بس بالمخدر فبيعدي عليها. فلسه طالع من مرحله سحب السموم، لسه مش مؤهل، لسه ما عندوش المرحله الثانيه اللي هي التاهيل ان يتعامل ازاي من غير مخدر. تمام. بني ادم مثلا بقى له 5 سنين، بقى له سنه، بقى له 2، بقى له 10، بقى له فتره معينه من الزمن بيتعامل بالمخدر ده في الشارع وكل حاجه بيعملها بالمخدر. تمام. ف 10 ايام 15 يوم ايا كانت الفتره بتاعت سحب السموم اللي هيقعدها، تمام. هيكمل شهر في البيت زي ما هو لسه ما بيعرفش يواجه اللي هو الشارع. ده اول سبب. الشارع. الشخص اللي ما عندوش دخل هيبدا حاجات من البيت تختفي. سرقه طبعا. اول سرقه بالنسبه للشخص الادماني اللي في البيت او اللي في بدايه مراحل الادمان، هو بيسرق من البيت، بياخد من البيت او من الشغل لو شغال مع والده، لو شغال في حته معينه فيها حد من قرايبه، خاله وعمه او كلام من ده، فهيبدا في حاجات تنقص من الشغل. مش هيبقى فيه اتهام ليه مباشر لانه مش هياخد الحاجه دي قدام الناس، وهيبدا يسرقها زي احنا قلنا، فالحاجه دي هتبدا تختفي من البيت. فاللي متعود بيشيل فلوس في البيت مثلا النهارده او بيحطها في حته معينه هيلاقيها ناقصه، مش هيشك الاول خالص في حد من عياله طبعا، بس هيبدا النهارده مع شويه الحاجات اللي احنا قلناها، ده من ضمن الحاجات اللي احنا قلناها. كل ده بيكمل. المرحله الاولى لعلاج الادمان سحب سموم من الجسم بس، مفيش حاجه ثانيه بتتعمل فيها غير كده. تمام. طيب المتعالج ده او الشخص المريض او تمام. الشخص اللي بدا السموم تطلع من جسمه، تمام. اول حاجه بيعملها ان هو بينزل الشارع. صح؟ بعد ما بيخلص او بعد يعني بيقعد في البيت شويه وبعد كده برضه هينزل الشارع. تمام. طيب في مناطق كتير بيروحها، في حتت كتير كان بيروحها وهو بيضرب مخدرات، في حاجات كتير كانت موجوده في حياته في الشارع هو مرتبط بيها. تمام. ايا كانت هي ايه. تمام. ما بيقدرش يواجه الكلام دوت من غير المخدر، وبيحس ان هو ما بيقدرش يتحرك، ما بيقدرش يعمل حاجات كتير. في حاجات كتير بتقف معاه في الشارع، ما بيقدرش يواجه الضغوط يعني اللي هي موجوده في الشارع. زي مثلا النهارده مكان فيه مجموعه من اصحابه، تمام، مرتبط بيه، المكان ده بيعدي منه، المكان ده كان بيروح، بيلاقي زي اللي تعبان او مريض ونفسه في مسكن وبيلاقي المسكن، فبيبدا يدور على المخدر. فده اللي بيخليه النهارده دايما لما بيجي يعمل اعراض الانسحاب بتاعت المخدر بيفضل الكلام ده كله بيشتغل تاني، بيشوف جسمه بقى اللي هو مش عاجبه، بيشوف النهارده طريقه معامله الاب والام، بيشوف النقص المادي وهكذا، فبيبدا يظهر الكلام ده تاني فبيرجع للمخدر بتاعه. في حل للتعافي، في حل النهارده ان انت تقدر تبقى متعافي بشويه ادوات تانيه، اولها العلاقه مع ربنا وشويه ادوات تانيه تقدر تساعدك النهارده ان انت تتخلص من الكلام دوت. انما هتبطل لوحدك وهتعمل اعراض انسحاب بس، فكل ده موجود في حياتك
وكل ده هيظهر عندك تاني لانك ما عالجتش الخلل اللي دايما بيظهر واللي بيخلي البني ادم يرجع تاني يشرب مخدر. ما فيش دكتور نفسي او ما فيش امكانيه ان انا اروح لدكتور نفسي وان الموضوع يفتح مني كده، اروح لاقرب معمل تحاليل معتمد يكون قريب مني او يكون في حد اعرفه وتحليل يكون دم. لان اقول لك احنا عندنا النهارده حوالي 35 نوع مخدرات. المخدرات دي كلها البول يعني تحليل البول ما بيجيبش كل انواع المخدرات. انا بسمع ان هو بيجيب 5 أو 7 في حد 11. بس طبعا تحليل البول ليه شروط معينه وطريقه معينه، ويقدر الشخص في البيت لو انت جبت له شريط التحليل ده في البيت يقدر ان هو يعني كده بالنسبه للاهل اللي ما عندوش خبره في التحليل يقدر يخلع منه، يبوظه يعني. يبوظه. محمد قصده ان هو يقدر ان هو يبوظ التحليل اللي هو بيعمله ده. معمل التحليل وتحليل الدم بيجيب النسب وبيجيب حاجات كتير، ممكن يكون مكلف شويه عن تحليل البول، بس في الاخر انت هتطمن على ابنك وهتطمن على حياه بني ادم في الاول وفي الاخر يعني. المدمن لما بيشرب المخدر كل النواقص دي بتقف، او المخدر بيبقى بيقتل الاحاسيس والمشاعر، فبيخليك مش حاسس النهارده بالنقص المادي، لانك طول ما معاك المخدر فانت مش حاسس باي نقص مادي تاني. بيخليك النهارده ما عندكش نقص اجتماعي، مش حاسس بالطبقه الاجتماعيه ولا فرق معاك المنطقه ولا فرق معاك الحاله اللي انت عايشها. ده اللي بيشرب اول مره بياخد فيها المخدر بيحسسك ان انت في حته بيقتل كل ده وبيحسسه ان هو مش حاسس بالكلام ده كله، وان الكلام ده كله لا اللي بيدور عليه اللي هو المخدر اللي خلاه النهارده يطفي الكلام ده كله ويبقى مبسوط ان مش حاسس بابوه الجاف معاه في المعامله او اللي هو مصطنع او الكلام اللي احنا قلنا عليه، مش حاسس النهارده ان هو مثلا محمد جسمه في حاجه مزعلاه او مضايقاه، لانه خلاص كل ده عنده مقتول. ففي ناس كتيره بتشوف الام حنينه زياده والاب ساعات بيبقى جاف في المعامله، والعكس في ناس العكس فعلا. في العكس الاب دايما هو الحنين قوي وهو اللي بيعمل لي اللي انا عايزه، والام بتبقى جافه شويه في المعامله خايفه عليا. بشوف النهارده ان مفيش حنيه اسف او مفيش الحته اللي عند ناس ثانيه انا ببقى شايفها ان ام حنينه جدا على ابنها وام بتدلع ابنها قوي، وانا شايف ان الموضوع ايه بالنسبه لي حاجه يعني مش موجود عندي الكلام ده. اب مصاحب ابنه بيخرج معاه بيروح معاه، وانا ابويا ما بيعملش معايا كده، فبشوف ان عندي ان ده هو ما بيحبنيش، بصطنع لنفسي النقص العاطفي اللي هو ابويا ما بيحبنيش، يعني بقارن بقارن وببدا النهارده اخش انا في حاله انا مصطنعها وانا اللي عاملها في نفسي ان انا عندي النقص دوت او النقص ده كبير عندي قوي، وبتجيلي حالات معينه في اوقات معينه. النقص الاجتماعي يا محمد اللي هو شخص عنده شويه ظروف اجتماعيه، كلنا عندنا ظروف اجتماعيه سواء ان احنا طبقه اجتماعيه عاليه او طبقه اجتماعيه اقل، او ربنا سبحانه وتعالى خلق الناس طبقات، ده حاجه ما تعبش الناس يعني. تمام. الطبقه الاجتماعيه الظروف الاجتماعيه المحيطه بيك اللي بتخليك دايما عايش بالبلدي كده محرج او مش راضي عن طبقتك الاجتماعيه سواء منطقتك. يعني ايه مش فاهم؟ يعني بص يا محمد، انا دلوقتي مثلا والدتي مثلا ست بيت، تمام. انا ممكن اكون النهارده في وقت من الاوقات كنت محرج منها انها ست بيت. ليه مثلا ما بتشتغلش؟ ليه هي مش عايشه الحياه اللي انا بشوفها عند ناس تانية من زمايلي او اصحابي؟ فده نقص انا بحسه، انا اللي بصنعه لنفسي. يعني قصدك ان انا ببص مثلا يعني العيله ديت مثلا في حاجه تاني؟ في النقص العالمي، النقص المادي. المادي ده الفلوس طبعا. الفلوس طبعا نقص اللي له علاقه بالماده، له علاقه بالفلوس. تعال نرجع كده شويه لسندوتش المدرسه. سندوتش مثلا الجبنه بالقوطه العادي اللي كان بيعملوه في كل البيوت، تلاقي مثلا واحد في المدرسه معاه سندوتش بيض بالبسطرمه او معاه سندوتش مثلا ده يبقى عالمي، ده ابن وزير. ده فبيحرك عندي نقص اكبر شويه. عايز عربيه، نفسي في الجامعه يبقى معايا مصروف كتير، اللبس اللي بجيبه مثلا لبس براند او لبس عادي، نقص عمال بيكبر لحد الجواز. والايفون طبعا الايفون طبعا معهوش ايفون هو مش يبقى مش بني ادم طبيعي. النقص المادي بالنسبه للشخصيه الادمانيه بيأثر فيه جدا وبيخليه ان هو دايما مخنوق، دايما عايز الحاجه اللي هي الاكبر،
ده بيحرك طمع، بيحرك عدم. طيب النقص ده مثلا بيحرك ايه او بيعمل ايه؟ بيحرك حاجه اسمها العيب اللي احنا قلنا عليه، احنا قلنا عيوب ونواقص. تمام. طيب انا بخاف على شكلي لما مثلا واحده حلوه تبقى ماشي في الشارع ولا حاجه، فتبص لي بصه هي مالهاش علاقه بجسمي خالص، ولا علاقه بمناخيري، ولا لها علاقه بشعري، بس انا عشان عندي النقص ده انا مصطنعه لنفسي، بشوف انها بتبص على الكلام ده كله فببدا اتخنق واتضايق. ممكن وانا بسرح شعري في البيت نازل بحس ان شعري في وقت من الاوقات مش عاجبني، فبيتحرك عندي النقص ده ساعتها. طيب هي دي تخش تحت مثلا مسمى عدم الثقه بالنفس؟ يعني انا مش واثق في نفسي، ولا دي حاجه ودي حاجه؟ هي كل البني ادمين بيجي لهم وقت عندهم عدم ثقه بالنفس. تمام. حتى اللي عندهم ثقه بنفسهم جامده جدا بيجي عليهم وقت عدم ثقه بالنفس. ده جزء من ضمن الحاجات اللي بتحركها. تمام. النقص ده لما بيجي الوقت اللي فيه النقص، اول حاجه اسمها نقص جسدي. نقص في جسمي. يعني مثلا فاقد ذراع، مثلا فاقد ده من عند ربنا سبحانه وتعالى. انا بتكلم على النقص اللي البني ادم هو اللي بيصطنعه لنفسه، او هو اللي بيشوفه في نقص. هو مش نقص ولا حاجه، ربنا خلقنا كلنا بدرجات جمال متفاوته، كل واحد فينا فيه حاجه جميله، لكن طبعا احنا كشخصيات طبيعيه او شخصيات ادمانيه، الشخصيات الادمانيه تحديدا بتتاثر بالكلام ده زياده شويه. يعني مثلا انا واحد من الناس وانا صغير كان اوقات بيأثر مثلا حجم الانف بتاعي او حجم مناخيري، شعري مثلا ان هو ناعم مش ناعم، كلام من ده. لون البشره كان في اوقات كنت بتمنى ان مثلا بشرتي تكون فاتحه. نقص جسدي انا اللي بصطنعه لنفسي كبني ادم عموما. الشخصيه الادمانيه عندها مشكله في الموضوع ده، انها ما بتعرفش تتعامل مع النقص ده في وقت من الاوقات، وبيبقى حاجه دايما خانقاها مزعلاها الكلام ده كله، فهو ده نقص الروبابيكيا. محمد مش عايزين نهزر. مش بهزر والله. روبابيكيا؟ روبابيكيا فعلا. يعني ينزل او اللي نقدر نشرحه للناس ان هي كل حاجه ممكن تتباع. يعني هو ينزل بعربيه ويروح النادي الروبابيكيا ويقعد لا مش كده، مش بالظبط. هو كل حاجه ممكن يبيعها محمد. هو بيضحي باهله، بيضحي بكل حاجه حواليه، ممكن يبيع هدومه، بنشوفها كتير. يبيع اي حاجه. بص، كل حاجه قبل ان هي تجيب له فلوس هيبيعها. كل حاجه ممكن تتحول لمخدر وهيبيعها. هو البيت بالنسبه له كله روبابيكيا. زي مسلسل تحت السيطره لما دخل الجامع كل حاجه خلاص، هي كل حاجه بالنسبه له حاجه قديمه ملهاش قيمه. ذكرياته اللي هو كان محتفظ بيها شويه، لا دي مش هينفع ابيعها، دي مش هينفع اعمل فيها كذا، انا مش هينفع في يوم من الايام ابيع هدومي، انا مش هينفع في يوم من الايام. هو خلاص شايف كل حاجه ممكن تتباع، هو خلاص ضحى بكل حاجه مقابل ان هو يضرب المخدر ده. كويس. اسمها زلزال. اوعى تقول زلزال 92. لا زلازل اليابان كمان زلازل اقوى من زلازل 92. الزلزال ده بالنسبه للشخص نفسه ولا بالنسبه للي حواليه؟ لكل حاجه، للي حواليه وليه. هو كمان بيبدا خلاص يحس بالمشكله، بيبدا يحس بالهزه اللي هي مسميها الزلزال، بيبدا المشاكل كتير، بتبدا المخدرات عشان يجيبها ممكن يسرق، عشان يجيبها ممكن ينصب، بيبدا النهارده يتعامل مع اهله ان هم عايز اقول ايه، عايز اسميها مسمى صح، يعني يتعامل مع اهله ان هم مصدر للفلوس اللي بيجيبها المخدر بس. هم مفيش عاطفه ناحيتهم، مفيش حاجه، حتى الاحساس بالذنب بيروح، كل حاجه من حواليه بتبوظ بقى. يعني ممكن قصدك ان هو مثلا بيتعامل مع والده او والدته او اي حد بطريقه حلوه عشان خاطر هدف معين، كل هدفه ان هو يجيب المخدر. المخدر ده هيجي منين؟ هيجي عن طريق الاهل، ماشي، هيجي عن طريق تاني حاجه بتعدي عليه. شفت يكون في عندك كرسي او ترابيزه رجله بدات تتخلخل او تتلخلع او زي ما بنسميها ايه مش عارف، هي مش ثابته في مكانها، مش ثابته في مكانها. ابتدت شويه حاجات تتهز في حياته. يعني مثلا ابتدت الماديات اللي بيجيب بيها المخدر تاثر معاه شويه. تمام. في بعض الايام معينه، مش كل يوم. تمام. في ايام معينه هو لسه حفله، زي ما نقول كده لو قسمنا الاسبوع 7 ايام، ففي 3 ايام مثلا منه ابتدت الماديات تاثر شويه، بس بيجيب المخدر مفيش مشاكل برضه. فهمت. بس ابتدت تاثر شويه، ابتدت شويه حاجات تبان عليه في البيت بالنسبه لاهله، ابتدى يعمل مشاكل في البيت، ابتدى النهارده يحتاج المخدر ان هو يطلع يجيبه بنفسه في اوقات كتير. تمام. مش محتاج بقى ان حد ان هو حد هيجيبه له، ليه؟ عشان يوفر. تمام. ما هو اللي بيطلع يجيبه له ده بياخد منه نسبه او بياخد منه حاجه من المخدر بتاعه، فابتدى النهارده شهر العسل ده فيه مشاكل
في مشاكل بنسبه 5% ما فيهوش مشاكل خالص. يعني يكاد يكون كمان 1%. مفيش احلى مشكلة. احلى فتره في الجواز، اي حد اتجوز، انا لا عن تجربه شخصيه، احلى فتره في الجواز واحلى فتره بيبقى فيها كل حاجه موجوده وكل والماديات موجوده وكل حاجه متظبطه، هي فتره شهر العسل. ليه؟ بتبقى عامل حسابك عليها، مش حاسس باي مشاكل، لسه تحمل المسؤوليه عندك مش بشكل فعال. قصدك يعني ان هو بيتعرف، بيبقى بيتعرف ومش حاسس ان في مشكله لسه، مشاكل فهمت. الجواز ما ظهرتش. فهمتك، يعني هو بيبقى معاه مثلا حاجه بس هو مش عارف لسه ولا اضرارها ايه ولا اي حفله حاجه. جميله، فتره انا مش حاسس فيها بحاجه، شهر عسل زي ما هنسميها ايا كان المسمى بتاعها. تمام. فتره كده بتعدي على المدمن النشط، هو لسه مش شايف اي مشاكل. ممكن يكون شايف ناس كتيره ضربت مخدرات وعندها مشاكل تمام حواليه، بس تمام. شايف ان هو مش منهم. تمام. شايف ان هو يعرف يسيطر على المخدر في اي وقت، الفلوس معاه. سلوكيات اندفاعيه، شخص بيزعق في البيت تمام بدون مبرر. تمام. يعني شخص مثلا بيبدأ النهارده في البيت يزعق لوالدته، لوالده، لاخواته بدون سبب، مفيش حاجه معينه، يعني مفيش سبب معين، او هو مش متعود على كده. تمام. بقى عصبي زياده عن اللزوم جدا، بقى اي كلمه صغيره بتضايقه، بقى اي حاجه النهارده بتحصل في البيت هو بيتدخل فيها بشكل غلط، مش طبيعته. تمام. مثلا دخول الحمام، شخص بيغيب في الحمام كتير جدا وهو ما كانش متعود على كده. تمام. النظافه الشخصيه بتاعت الشخص، المفروض ان هو في الحمام مثلا بياخد شاور او حاجه بيطلع زي ما هو، مفيش اهتمام بالنظافه الشخصيه. شخص متعود النهارده انه مثلا وهو خارج لبسه، مظهره، شعره، مش عارف ايه، بيعمل طريقه معينه، ابتدت تختلف وابتدى ينزل باي لبس، وابتدى النهارده تاني حاجه. كل بني ادم فينا برضو ليه عادات في الاكل وليه طريقه في الاكل، مش طريقه بياكل ازاي، بياكل نوعيه اكل معين، شهيته لها درجه معينه. في ناس بتاكل كتير، انا منهم على فكره، يعني بحب الاكل بحب الاكل جدا. فمثلا يجي واحد بيحب الاكل جدا كده زينا، مره واحده ما بياكلش اكلات بيحبها والدته مثلا بتعملها له، يبدا ما ياكلهاش، يبدا النهارده يشرب عصير كتير. او العكس، في بعض انواع المخدرات اول ما الشخص بيدخل فيها بتفتح الشهيه زياده جدا، فتلاقيه بياكل بطريقه كده عشوائيه، وتلاقيه بياكل بطريقه كده فيها هرجله، وتلاقيه عادات اكله اختلفت خالص، سواء فقدان شهيه خالص او سواء زياده في الشهيه في نوعيه اكل معينه ما حتى ما كانش بيحبها، تلاقيه بياكل، بيحط حاجات على حاجات اول حاجه عشان تبدا تكتشف ان بيتك مدمن او شخص بيتعاطى مخدرات، ان بتلاقي عادات نوم الشخص ده اتغيرت خالص. يعني كان بينام مثلا الساعه 3 مثلا الفجر، بيصحى مثلا الظهر، او بيصحى مثلا الساعه 10 الصبح، او ايا كان بيصحى الساعه كام. ابتدى ينام الظهر، بقى بيصحى المغرب، بيصحى العشاء، نومه مش منتظم، ما بينامش كتير خالص، او بينام عدد ساعات كبيره جدا. في خلل حصل في عدد ساعات النوم، نومه ما بقاش منتظم، اتغير تماما. مش اتغير حاجه بسيطه، مش معنى ان واحد اتغير نومه ساعه ولا 2 بدري او ساعه ولا 2 متاخر ان احنا كده بقى خلاص، لا، اتغير ميعاد نومه خالص. انت بتتكلم كده على واحد ان هو ما وروش شغل ولا مشغله ولا اي حاجه، حتى لو وراه شغل ابتدى يتاخر في نومه، ابتدى ينام في الشغل، ابتدى لما بيروح كان بيقعد شويه مثلا مع، لو هو مثلا شخص مسؤول عنده اولاد او كده كان بيقعد معاهم، لا ده ابتدى ينام. مرض الادمان ليه اعراض بتبان على الشخص المدمن، سواء متعافي او في الادمان النشط، ودي بتبقى نتائج مرض الادمان بالنسبه للشخص المدمن نفسه. معلش وضح لي اكتر. يعني دي النتائج اللي سبق فيه المرض، اللي هي احنا بنشوفها عليه بتبقى اعراض، يعني هنسميها نتائج، هنسميها اعراض. هي بالنسبه للشخص المدمن نتائج حصلت له خلت عنده الحاجات اللي احنا هنتكلم فيها. بالنسبه للشخص اللي هو بيشوف المدمن، هي دي اعراض بتبان عليه ان هو مدمن. تمام. ودي ما كانتش تنفع نقول نتكلم فيها في البيت، لانها مش باينه للبيت، او هتبقى باينه منها حاجات وحاجات ثانيه. يعني المدمن مثلا في البيت ما بيبانش بكل اساليبه وكل حاجه، هي حاجات شخصيه. تمام. نبدا. وبقيت افكر نفسي كل يوم الصبح، بعيد انا مريض، بعز انا مدمن، ماشي وحيد مرضي مزمن، انك مش هيفرقني،
لكن انا اقدر الطريق ان انا احجمه واسيطر عليه. وسكتك هنسندك في وحدتك، ما تخافش كمل وتحمل، احنا معاك اوعى تسلم، ايدينا في ايدك مهما كان، هناخدك لبر الامان.